السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من أكتر الحاجات اللي بحبها وشغوف بيها جدا هي القراءة وعالم الكتب، ودايما بحب أدور في اليوتيوب أشوف ناس بيتكلموا عن القراية وبيتكلموا عن الكتب، ولكن للأسف دايما بحس إن في نقص في المجال ده. أكيد في ناس شاطرين ما شاء الله عليهم يعني بيعملوا محتوى جميل في المجال ده، بس الحقيقة أنا شايف إنه قليل جدا وغالبا الكواليتي مش بتكون أحسن حاجة. وكنت بكلم صديق ليا وبالمناسبة هو بيحب القراية برضه، فكنت بكلمه في النقطة دي فقال لي ما احنا فيها، ما تعمل أنت الحاجة دي. فقلت أيوه صح، ليه ما اعملش ده؟ انا عارف ان انا عملت قبل كده تلخيصات لكتب، بس برضه حاسس ان ده مش كفايه، فقررت انه في نهايه كل شهر اشارك خلاصه الكتب اللي قريتها، وجنب ده برضه يكون في ملخصات لكتب معينه، وطبعا كل ده جنب المحتوى الاساسي بتاعنا اللي هو الفلوجات والفيديوهات العلميه وهكذا. فالمهم علشان ما اطولش عليكم خلينا نخش في الفيديو على طول ونبتدي بقراءات شهر يناير. اول كتاب معانا هو موت فارغا او داي امتي لتود هنري. تود هنري كان بيتكلم ويقول ان في مره صديق ليه سال سؤال غريب شويه، ايه اغنى منطقه في العالم او ايه اكتر المناطق قيمه في العالم؟ ففي طبعا اللي جاوب وقال ان حقول النفط اللي في الخليج هي اغنى منطقه في العالم، واللي جاوب وقال مناجم الذهب اللي في افريقيا وغيرها من الاماكن. وطبعا صديقهم قال لهم ان كل الاجابات دي غلط، وان اغلى الاماكن قيمه في العالم هي المقابر. ليه المقابر؟ لان المقابر دي اتدفن فيها اعمال ابداعيه عظيمه كان مخطط ليها انها تتعمل، وكل الروايات اللي ما اتكتبتش والعلاقات اللي ما انتهتش بالمصالحه وغيرهم من الاعمال والافكار اللي قلنا هنعملهم بكره، ولكن ده ما حصلش. ودي ببساطه فكره الكتاب. الكاتب بيقول لك انك دايما تطلع الحلو اللي جواك. لو جواك ابداع وافكار ما تستناش لبكره انك تنفذ الافكار دي، وما تكبحش الرغبه اللي جواك. الحياه قصيره ولازم نبقوا عارفين هنعيش حياتنا ازاي، وايه الرساله والعمل اللي لازم فعلا ااديه. ولو ده اخر يوم في حياتي هل فعلا كنت هعيش حياتي بنفس الطريقه اللي عايش بيها؟ والكلام ده مش معناه اننا في سباق واننا نلم اللي نقدر عليه، لا، معنى ان الحياه قصيره انك تقدر كل ثانيه في حياتك وتطلع كل الخير اللي جواك. وده يفكرنا بكلام احمد شوقي اللي هو دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موت ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. من أكتر الحاجات اللي في الكتاب واللي يعني أثرت فيا هي فكرة إن أنت دايما تبقى ممتن للحاجات البسيطة الموجودة في حياتك وتشوف النعم اللي حواليك، وإن تركيزك في الحياة يكون على العطاء مش إنك تاخد، وإن توقعاتك من الحياة مش مهمة خالص لأنها مش هتبقى زي ما أنت عايز على طول. فعلشان كده ركز على اللي الحياة متوقعاه منك. تقييمي للكتاب الصراحة شايف إن الكتاب جميل جدا ويستاهل القراية، رغم إن أنا ما حبيتش الكتاب غير في حوالي آخر 100 صفحة، بس ده مش معناه إن الكتاب في أوله مش حلو، لا خالص. الفكرة إن أنا كنت بسمع كلام كتير عن الكتاب، فكنت حاطط بقى زي توقعات مسبقة كده عن الكتاب، ويمكن ده أثر شوية، فتوقعاتي الصراحة هي اللي ظلمت الكتاب. في حاجة الصراحة بقى ما عجبتنيش في الكتاب، وهي إنه في أوقات معينة الكاتب كان بيقول كلام عايم كده أهو من غير ما يوضح لك كلامه بمثال. الحتت دي كان لازم يدي فيها مثال، دي وجهة نظر الصراحة. إنما بشكل عام فالكتاب جميل جدا وطبعا انصح بقرايته. الكتاب رقم 2 معانا وهو عباره عن مسرحيه لويليام شكسبير، واللي بتعتبر واحده من اهم اعماله، واللي هي مسرحيه اوتيلو او عطيل. اوتيلو هي مسرحيه تراجيديه بيبرز فيها شكسبير الطباع والسلوكيات الانسانيه، بيبرز لك فكره الخير واللي تمثلت في شخصيه اوتيلو اللي هو عطيل، وبيبرز لك برضو فكره الشر واللي تمثلت في شخصية ياجو، العفة والزوجة العفيفة واللي تمثلت في شخصية ديدمونة، والغيرة اللي كانت جوه شخصية عطيل. فشكسبير عمل لك كده كوكتيل من الطباع والسلوكيات الإنسانية. وطبعا مش هنخوض في الأحداث علشان ما نحرقش حاجة، بس بشكل عام عطيل كان شاب مغربي أسود اللون، قائد في جيش البندقية، ليه مكانة كبيرة في الدولة هناك، وده لقدراته العسكرية والقيادية. المهم إنه بيقع في حب بنت أحد أعيان وأثرياء البندقية، وبالمناسبة للي ما يعرفش فالبندقية دي في إيطاليا. المهم إن البنت دي بتبادل عطيل نفس الحب، وكان اسمها ديدمونة. بيتجوز عطيل من ديدمونة، وبعد كده بتكون في محاولات من ياجو، واللي قلنا من شوية إن ده بيمثل الشر، محاولات منه إنه يفسد الحب ده، وده من خلال إضرام نار الغيرة في قلب عطيل. المهم يا ترى مين اللي هينتصر، الخير ولا الشر؟ اسيبكم انتوا تقروا المسرحيه وتشوفوا بنفسكم. بس قبل ما تروحوا تقروا المسرحيه في حاجه عايز انوه عليها علشان يعني نعطي كل ذي حق حقه، وهي ان المسرحيه دي مترجمه بطريقه اكتر من رائعه، واللي ترجمها هو شاعر القطرين خليل مطران. واحنا في ثانويه عامه لما بيكون في قصيده معينه بتلاقي تحت كده تحت القصيده كاتبين لك زي نبذه كده عن المؤلف او الشاعر. فانا فاكر لما خدنا نص المساء كان الشاعر هو خليل مطران،
وتحت كان مكتوب كده من ضمن الاعمال بتاعته ان هو ترجم مسرحيات لشكسبير زي هاملت، زي عطيل، زي ماكبث. وطبعا بعد ما خلصت ثانويه عامه نسيت الموضوع ده خالص، بس لما فتحت المسرحيه من قريب ولقيت ان اللي مترجم خليل مطران فقلت افتكرت. المهم ان خليل مطران بين من خلال الترجمه مدى حبه للغه العربيه ومدى اعتزازه بهويته، لدرجه ان هو حاول يوصل لاقرب اسم عربي لاسم اوتيلو. المفروض ان في المسرحيه ان شخصيه اوتيلو هو راجل عربي مغربي، فطبيعي اسمه مش هيكون اوتيلو. فخليل مطران بعد بحث وتدقيق وصل ان اوتيلو اصلها عطيل. غير كده وانا بقرا المسرحيه بصراحه كنت مبسوط جدا جدا، وما اعتقدش ان انا لو كنت قريت النسخه الانجليزيه كنت اتبسطت بالشكل ده. قدره خليل مطران على التعبير بتحسسك ان انت بتقرا شعر مش بتقرا مسرحيه. ومن الحاجات بقى اللي بتبرز فعلا ان خليل مطران بيحب هويته ومعتز بيها الكلام اللي قاله في مقدمه المسرحيه، بيقول: فتالله لو ملكت تلك العامية لقتلتها بلا أسف، ولم أكن بقتلي إياها إلا منتقما لمجد فوق كل مجد، نزلت من هيكله الذهبي الخالص الرنان منزلة الرجلين الخزفيتين القذرتين، فهو فوقهما متداع وبهما مشوه، منتقما لأمة كسرت العامية وحدتها، وكانت عليها أكبر معوان للتصاريف التي مزقتها في الشرق والغرب كل ممزق، منتقما للفصاحة نفسها، وأية فصاحة في خشارة لا تصيب فيها تبر الأصل إلا وقد تلوث بذريرات لا تحصى من أوضار الرطانات بأنواعها. كلام كبير. خلينا نخش في الكتاب اللي بعد كده اللي هو كن الشخص الذي يجعلك سعيدا. الحقيقه ان في حاجه كده ممكن تختلفوا معايا فيها، وهي ان انا شايف ان مفيش حاجه اسمها سعاده دائمه. بحس ان السعاده دي شيء مؤقت، لكن الشيء اللي بعتبره دايم هو الرضا والاطمئنان، وان يكون عندك سلام داخلي. بس ما علينا من التعريفات، الاهم هو الجوهر والافكار. كتاب كن الشخص الذي يجعلك سعيدا هو مش كتاب لكاتب معين، لكنه مجموعه مقالات لكتاب مختلفين كلهم بيتكلموا عن فكره ازاي تكون شخص سعيد، وان سعادتك لازم تكون نابعه من جواك، وانك ما تعتمدش على الاشخاص والظروف اللي حواليك في انك تبني سعادتك، لكن المفروض ان سعادتك دي تكون نابعه من جواك انت، بانك دايما تكون ممتن للنعم اللي موجوده حواليك واللي موجوده في حياتك. النعم دي ممكن تكون بتعتبرها حاجات بسيطه جدا وبديهيه، لكنها في الاصل نعم عظيمه. ومن اكتر المقالات اللي حبيتها في الكتاب المقال اللي كان بعنوان لم يكن العشب يوما اكثر اخضرارا. وببساطه المقال ده كان بيتكلم عن المثل الانجليزي اللي بيقول دائما ما يبدو العشب اكثر اخضرارا على الجانب الاخر من السياج، وانه انت دايما من بعيد هتحس بده، لكنك لما تقرب منه هتكتشف انه مش اكثر اخضرارا ولا حاجه. ونفس الفكره دي في الحياه، لما بتفوتنا فرص او لما بنشوف حاجه في ايد حد تاني ممكن تحس انها حاجه يعني حاجه رائعه وواو وانك عايز الحاجه دي، لكنك لما هتقرب منها هتدرك انها مش زي ما انت كنت شايفها من بعيد. فدايما فكر نفسك لم يكن العشب يوما اكثر اخضرارا على الجانب الاخر من السياج. بالنسبه بقى رايي في الكتاب، فالصراحه انا حبيت الكتاب جدا جدا واتبسطت وانا بقراه. فكره ان انت عندك اكتر من مقال لكذا كاتب بصراحه ده حسسني نوعا ما ان في اختلاف في الاسلوب، فما حسيتش بالملل. والكتاب ده طبعا ارشحه جدا جدا لو حد مقبل جديد على القرايه. الاسلوب سهل وبسيط، كمان الكتاب صغير يعني حوالي 190 صفحه، فمناسب جدا لو حد مقبل جديد على القرايه. الكتاب الرابع والاخير هو هناك اله لانتوني فلو. من قريب كنت عند صديقي واخويا احمد مصطفى، وكالعاده كل ما اروح عند احمد مصطفى لازم اقعد اتامل في المكتبه بتاعته، فلمحت كتاب كده بعنوان هناك اله كيف غير اشهر ملحد رايه. فالحقيقه العنوان شدني جدا، وخصوصا ان الكاتب يعني مش عربي، واحنا عاده يعني لما بنشوف حد بيتكلم عن أدلة وجود الله أو إثبات وجود الله دايما بيكون عربي أو مسلم. فبصراحة كان عندي فضول إن أعرف لو حد غربي هيتطرق للموضوع ده هيعرضه إزاي، فقررت أقرأ الكتاب. مؤلف الكتاب بتاعنا هو أنتوني فلو، وهو فيلسوف بريطاني وواحد من أكبر الملحدين في القرن العشرين. ألف كتب كتير بيدافع فيها عن أفكاره الإلحادية وبيعادي فيها فكرة الإيمان، لحد ما في سنة 2004 وبعد مرور أكتر من 50 سنة في الإلحاد أعلن أنتوني فلو إيمانه بوجود الله. الكتاب متقسم لقسمين. القسم الأول بيتكلم فيه أنتوني فلو عن وجهة نظره الإلحادية وليه كان متمسك بموقفه الإلحادي، وفي القسم الثاني بيتكلم عن رحلته للوصول لله. وبصراحة في حاجة كده حسيتها نقطة ضعف في الكتاب، وهي إن في القسم الأول اللي المفروض إن هو بيعرض فيه وجهة نظره الإلحادية حسيت إنه بالغ شوية واتكلم كتير قوي في الموضوع ده. يعني هو تقريبا القسم الأول حوالي اكتر من تلت الكتاب، واللي المفروض ان الكتاب اصلا معمول علشان يبين وجهة نظره الايمانية. وبصراحة هلتمس له العذر في النقطة دي، لانه يمكن كان بيبين وجهة نظره الاولانية بشكل جامد جدا علشان انت تبقى فاهم فكره وتبقى فاهم فلسفته وتقدر انك تواكب معاه في القسم الثاني من الكتاب. بس بشكل عام الصراحه انا حسيت ان هو بالغ شويه في النقطه دي، رغم ان المبالغه دي ما ضايقتنيش في حاجه الصراحه، لان بصراحه بحب المواضيع الفلسفيه اللي من النوعيه دي. بس هنا انا بتكلم على القارئ اللي ممكن مثلا ما يكونش بيحب الفلسفه. بس بشكل عام اتبسطت وانا بقرا الكتاب، ما مليتش خالص منه، لان الكلام كان من منظور علمي وفلسفي،
والمواضيع اللي اتعرضت في الكتاب هي مواضيع بصراحه انا عندي شغف فيها، مواضيع اصل الكائنات الحيه، نشأة الكون، مواضيع فلسفه العقل، فكره الوعي، واللي بالمناسبه كنا عملنا فيديوهين عن الموضوع ده اللي هو غرفة ماري وهل الكمبيوتر ذكي. فالمهم ان انا حبيت الكتاب علشان الفلسفة اللي فيه. فلو انت شخص مش بتحب الفلسفة ومش بتحب المواضيع اللي من النوعية دي فما اعتقدش خالص انك هتحب الكتاب. ودول كانوا الاربع كتب اللي قريتهم في شهر يناير. بس خليني في النهاية اشارك معاكم اكتر كتاب حبيته في الاربع كتب دول، ولكن في البداية خلينا متفقين انه اصلا ما ينفعش نقارن ما بين الاربع كتب. كل كتاب نوعيته مختلفة عن التاني، المسرحية هتختلف عن كتاب تطوير الذات، هتختلف عن الكتاب العلمي والفلسفي، فطبعا ما ينفعش نقارن. بس هنا انا بتكلم عن اكتر كتاب حبيته واكتر كتاب اتبسطت وانا بقراه وحسيت بالقيمه اللي فيه. والحقيقه ان كل كتاب فيهم ارضى حاجه جوايا. يعني مثلا انا بحب اقرا الحاجات اللي فيها بلاغه لغويه، فاتبسطت جدا بمسرحيه عطيل. عندي شغف وفضول ان اقرا في الفلسفه، فكتاب هناك اله ارضى شغفي في الحته دي. وهكذا كل كتاب ارضى جوايا حاجه معينه. لكن مسرحيه عطيل حبيتها جدا جدا بالافكار طبعا اللي جوه الكتاب واللي حطها ويليام شكسبير، وطبعا اللي زاد المسرحيه جمالا ترجمه خليل مطران. فبالنسبه لي اوتيلو هو احسن كتاب قريته الشهر ده. فبس ده كان فيديو النهارده. اتمنى تكونوا بتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات، وما تنسوش تسيبوا لنا ارائكم واقتراحاتكم تحت في الكومنتس، واشوفكم على خير. سلام.